يقول حازم بن أحمد يا حزني فرقة صادق يزيد الضيق والألم. هي حسراتي من علوم الويل ذي جتني والفاجعة ما قادرت استوعب الأعلام. حين اتصلت لابي أسأل ويبلغني وقال لي صدمة كبيرة ما تاب صدمة كبيرة ما تاب وصدام. مرثية مقدمة من الأخ حازم أحمد محمد جابر الملقب بالبجيري يرثي فيها وفاة صديقه الغالي أبو صدام علي أحمد الزمزمي، وكما يعزي ابن صدام وكافة الأهل والأقرباء قرية الدروم عزلة الزمازمة العود. رحمة الله تغشاك يا أبا صدام. كتب كلماتها شاعر وليد جابر. أداء الشاعر أبو عزة إبراهيم. يقول حازم بن أحمد يا حزني فرقة صديق يزيد الضيق والآلام. يا حسراتي من علوم الويل ذي جتني والفاجعة ما قادرت استوعب الأعلام. حين اتصلت لابي أسأل ويبلغني وقال لي صدمة كبيرة ما تاب وصدام. حين اتصلت لابي أسأل ويبلغني وقال لي صدمة كبيرة ما تاب وصدام. قد شلاني لموتي يا حزم وفارقني وفارق لأهلي والأولاد والأرحام. والله جرحني فراق الجدي ووجعني أصبح معافى وبعد العصر ما زد قول. صدمة كبيرة وفرق الجدي ألمني بحن وابكي عليه من داخل الصمام. علي بن أحمد رحل يا المنطقة إني وابكي عليه يا الدرم ونعوه يا الأقوام. موت خسارة ونار الحزن تكويني وكم صدمني رحل الصبر. موت خسارة ونار الحزن تكويني وكم صدمني رحل الصاحب الغرام. شاركني المرثية يا العود شاركني الناس كامل حزينة والتعازي عام. الزمزم إذا ذكرته ينتعش حزني والعين ما عاد يغمض طرفها ونور. الزمزم إذا ذكرته ينتعش حزني والعين ما عاد يغمض طرفها وينام. أبكي صديق العمر واغلامي خاويني ذي كان مثل الخاوي والأب والأعمام. يوم اقتربنا ساوي كان يسعدني بطيب قلبه وأخلاقه مدى الأعوام. كان السخي والناقي دايم يشرفني والكل حزن وأبو صدام حزنا تام. منه تعلمت بعض أشياء وفهمني معنى الصحاب والإخاء في تالي الأيام. علي بن أحمد صديق العمر يا غبني ويا حنيني حنين المجيل مدحو. علي بن أحمد صديق عمري يا غبني ويا حنيني حنين المجيل قد حام. حني على يدرى ومشامخ حني كم والدي في بحور الحزن بعدها. بعزي ابنه وربعه ذي على ذهني وقول صبرك على الأقدار يا صدق.
هذا القدر ما يأجل حد ويستثني، صبرك على حكم ربك حاكم الحكام، رب اجعله في جنان الخلد متهني، وسكنه جنة الفردوس يا علام. واختم بذكر المشفع حرفي المبني في حطام الجاهلية وانعاش الاسلوب.